السلام عليكم. على النهاردة شرح عبارة عن طريقة قراءة واتساب. لايك كومنت وعاوز القراءة. لو انت لسه مشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد. وقبل أي حاجة، قبل ما نبدأ الشرح هعرفك يعني ايه قراش، وأقول لك بيستعملوا القراش في ايه وكده. بص يا قلب أخوك، القراش ده بيبقى عبارة عن حل نسخ، يعني زي ما انت شايف قدامك كده احنا حللنا النسخة اللي قدامنا ديت. مفيش إلا حل واحد، طريقة واحدة عشان تقدر تفك القراش، إن أنت تمسح النسخة من عندك خالص وتنزلها من أول وجديد، ودي طريقة الحل بتاعت القراش. تمام كده يا قلب أخوك، لو أنت عاوز تفعل القراش ده عندك تابع الشرح لحد الآخر. وبعد ما عرفت إن القراش بيستعمل فيه، أول حاجة معانا النهاردة التليجرام والتليمكس وذا أرشيفر. تمام، دلوقتي ذا أرشيفر ده هتنزله من على المتجر، أو أنا هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقيه في قناة التليجرام بتاعتي والروم بتاع الواتساب. تمام، هننزل ذا أرشيفر والتليمكس. تمام كده. اول حاجه، لو انت مش معاك التليجرام اكيد ان انت هتنزله، يعني عشان كلنا كل شغلنا دلوقتي بالتليجرام والواتساب. تمام، اول حاجه هنخش على التليجرام كده. تمام، قبل ما نعمل اي اللي هو الملف ده، كل اللي عليك بعد ما تنزل اللي هو ذا ارشيفر هتخش دلوقتي على التليجرام، وتخش على الملف ده تضغط عليه ضغطه كده. بعد ما تضغط عليه ضغطه هيظهر لك اللي هو الفتح في ذا ارشيفر، تتك على مره واحده فقط. بعد ما يجي لك كده تقوم انت ضاغط على ديت. تمام، بعد ما تعمله هندوس على دي برضو كده. احنا بنستخرج الملف ده، هنعمل على علامة الصح دي وبعدين نتك على كلمة استبدال كده، واحنا بنستخرج الملف ده. تمام، بعد ما استخرجناه ده زي ارشيفر ده كده، مش هنستعمله في حاجة تاني كده، نركنه بكام. تمام، هنخش دلوقتي على التليمكس. التليمكس ده هتلاقيه برضو في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقيه في قناة التليجرام بتاعتي وفي الروم بتاع الواتساب برضو. هنخش على التليجرام، هنخش على أول أمر اللي هو ده، هناخده كده. ده الأوامر دي برضو هسيبها لك في قناة التليجرام بتاعتي. هنخش على التليمكس كده. هنضغط على الامر كده، هنحطه في التريمكس وبعدين هنعمل على انتر اللي هي ديت. دلوقتي هنفضل مستنيين لحد اما الامر يخلص براحته. تمام، هيجي لنا كده في الامر الاول لو جالنا كلمه واي او ان هنختار كلمه واي، هنختار حرف واي يعني، وبعدين هنضغط انتر. نستنى برضو شويه لحد اما يجي لنا برضو واي او ان وكده. هو ممكن ياخد معانا دقيقتين تلاتة أربعة، بس أهم حاجة يكون معاك سرعة النت حلوة وكده. هنا برضو لو جالنا كلمة واي أو أي أو إن، على طول هنختار واي وبعدين إنتر، هنختار واي وبعدين وبعدين إنتر على طول. دي إنتر. تمام، برضه هنفضل مستنيين لحد ما يجي. برضه هنختار واو. انا معاك من الاول للاخر أهو، عشان يعني ولا هقدم ولا هعمل حاجه في البيت، يعني عشان اعرف كل حاجه من الاول للاخر. برضه هنختار واي، لو جالنا واي او ان هنختار واي على طول. هنختار واي، مش هنختار ان نهائي يعني في الاوامر دي. تمام، برضه هنختار واو. ودلوقتي يا قلب اخوك، لو انت لسه مشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان لو اي فيديو انزله ولا حاجه يجيلك اشعار بالكلام ده. تمام، وبرضه لو لسه برضه ما عملتش لايك اعمل لايك لحد ما تشوف الفيديو الاخر، عشان يعني تعرف تفعل الكراش وكده، وركز معايا في الشرح يعني اول باول وكده. تمام، وبرضه هنا هنختار واي. برضه هنفضل نختار لحد ما يجي اللي هي اخر حاجه اللي هي علامه الدولار ديت كده، احنا نعرف ان الامر خلص يعني تحميل وكده. ما نعملش اي حاجه ولا نكتب اي حاجه الا لما جينا اللي هي علامه الاس اللي هي بالدولار. نفضل مستنيين برضه. وعادي يعني، انت ممكن تطلع وتسيبه يحمل براحته، يعني انت ممكن تطلع من التليمكس وتسيبه اللي هو يحمل براحته كده لحد ما يخلص ويجيلك علامة الاس بالدولار في الآخر يعني. وهنا بعد ما نخلص تحميل وجالنا علامة الاس اللي هي شبه الدولار ديت كده، احنا نعرف ان الامر خلص تحميل. طبعا هنخش نجيب تاني امر اللي هو الامر التاني، ناخده كوبي وبعدين هنخش هنا هنحطه ونضغط انتر. نستنى برضو لحد ما يجيلنا علامة الاس اللي هي شبه الدولار، نفضل مستنيين يعني، ما نعملش اي حاجة خالص، نسيبه يحمل براحته كده.
وزي ما احنا متعودين لو جالنا واي او ان هنختار واي على طول. وهنا خلص تحميل وكان علامة الاس اللي هي شبه الدولار كده، نخش نجيب اخر تالت امر اللي هو الامر الخروج من الترميكس اللي هو اكسايت. ندخل نجيبه كده ونحطه هنا. بعد ما نحطه هنا نضغط كمان، يعني نضغط انترين انتر وبعدين نضغط كمان انتر كده خرجنا من الترميكس. تمام. هنخش نجيب اخر امر اللي هو امر تفعيل الكراش. هنخش على الترميكس تاني وندخل اخر امر وبعدين هنعمل انتر. نستنى شويه لحد ما يجيب لنا نربط الكراش اللي هو فون نمبر، يعني نتاكد ان في كلمه في النص اسمها فون نمبر كده. وبعد ما جات لنا دي كده اللي هي فون نمبر زي ما انا قلت لك عليها، هندخل النمبر بتاعنا اللي احنا هنربطه. تمام. ده انا هربط النمبر ده، مش هنكتب علامه زائد، لا هنكتب رمز الدوله على طول وبعدين النمبر كده، يعني مش هنكتب زائد، هنكتب مثلا 2 0 11 4 6 5 3 9 3 7. كده احنا دخلنا النمبر، ندخله بالطريقة دي وبعدين هنعمل انتر. تمام. وده الرمز اللي احنا هنحطه في اللي احنا هنربطه. ناخده كوبي وبعدين هندخل هيجيلنا اشعار بالكلام ده. بعدين هنعمل تأكيد. افرض ما جالكش اشعار هنعمل ايه دلوقتي؟ نخش على الثلاث نقط وبعدين الأجهزة المرتبطة، بعدين ربط الجهاز وهندخل الباسورد بتاع الفون، وبعدين الربط برقم الهاتف بدلا من ذلك، وبعدين هندخل الرمز اللي هو جالنا. تمام. نستنى شوية لحد ما يسجل الدخول. برضه هنفضل مستنيين لحد ما يجيب لنا هنا كلمة نشط، يعني البوت نشط هنا. استنى برضه شوية. ونيجي هنا في الشات بتاعنا نعمل كلمة منيو كده. استنى برضه نخش نشوف الأجهزة المرتبطة كده البوت نشط معانا. تمام. هنخش هنا كده البوت فعل معانا. هيجيلك يعني الصورة دي كده. الأمر بقى معانا ايه؟ أول أمر اللي هو مثلا اللي هو أندرويد ده. الأمر ده بيعمل ايه؟ بيقطع النت عن النسخة، يعني أكن انت بتفعل الوكيل. تمام. تاني أمر ده برضه بيقطع النت قصدي من على النسخة. تالت أمر اللي هو أمر الكراش، يعني أنت كده بتعمل كراش اللي أنت شفت في أول الفيديو كده. تمام. فأنت معاك بقى مع نفسك وتترجم بقى الأوامر دي كلها، تعرف ده بيستعمل في إيه وده بيستعمل في إيه. تمام. وأكيد يعني إن هو في أيفون وفي أندرويد، بس أنت الأوامر اللي أنت تستخدمها اللي هي أول أمر اللي هو أندرويد لو أنت عاوز تقطع النت من على نسخة حد، والأندرويد التاني برضه نفس الكلام. الأندرويد التالت ده كده أنت بترمي كراش على حد. تمام كده يا قلب اخوك. مثلا دلوقتي انت عاوز ترمي كراش على حد، هندخل الامر اللي هو اندرويد ده. تمام. بعدين هنسيب فاصلة كده هنا، يعني نضغط مسطرة هنا وبعدين هندخل النمبر اللي احنا نرمي عليه كراش، بس مش هنكتب زائد، لا هنكتب الرقم على طول مثلا 2 0 اي كلام كده. انا بكتب اي كلام لان انا مش عاوز ارمي على حد. تمام. تكتب النمبر ده. طب بعدين هنعمل ارسال. هنعرف ازاي لو رمى كراش؟ استنى هيجيلنا رسالة دلوقتي. ثانية. هيجيلنا الرسالة دي بان كده الكراش اترمى على النسخة اللي احنا عايزينها. تمام كده يا قلب اخوك. وده الامر الاول اللي هو قاطع النت من على النسخه. الامر التالت اللي هو رمي الكراش، لو انت عاوز ترمي كراش على حد ده الامر التالت. تمام كده. بس وده الشرح بتاع النهارده. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد، وارجع اعمل لايك لو انت لسه ما عملتش، وكومنت كده يا قلب اخوك، واحلى مساعدة.